السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني يا أغلى وأعز اخوات في الدنيا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير. فيديو النهاردة مميز جدا جدا. هنحضر مع بعض أفخم وألذ وأطعم صينية بطاطس بالفراخ ممكن تحضريها بتتبيلة رهيبة بسيطة، وفي نفس الوقت هتوديكي بطعمها في حتة تانية خالص. بجد من أروع الوصفات اللي أنا عملتها. يعني أحسن صينية بطاطس عملتها بجد كانت بالطريقة دي. جربيها وإن شاء الله هتعجبك جدا، وأنا متأكدة إنها هتعجبك وهتنسي أي طريقة تانية كنت بتعمليها بيها. دي التوابل بتاعتي. معايا هنا معلقة فلفل اسود ومعلقة كمون ومعلقة بابريكا، ودي بهارات فراخ، ومعايا توم ورشة ملح صغيرة كده. دي البهارات الفراخ اللي بقولكوا عليها. هنتبل بقى الاول، هنعمل تتبيلة الاول كده. معايا هنا الطماطم ومعايا فلفل ومعايا بصل. هنضربهم طبعا، هنقطعهم كده ونضربهم كويس جدا في الخلاط. هوريكم برضو وانا بضربهم في الخلاط كده حبايبي. بقطعهم كده جوه الخلاط. طبعا انا قطعت الطماطم، لسه هقطع البصل وهقطع الفلفل وهحط كمان التوابل دي عليها. بجد بجد صدقوني جربوا الطريقة دي، حلوة جدا جدا جدا. انا كنت بعمل البطاطس دايما، صينية البطاطس بالفراخ بطريقة تانية، بس صدقوني جربوا الطريقة دي بجد طلعت تحفة. وكل اللي دقها شكرني عليها بجد وقال لي تسلم ايدك. بجد انسي الطريقة القديمة خالص وجربي الطريقة دي، بجد هتطلع معاكي تحفة ان شاء الله. كده قطعت الفلفل، وهقطع كمان بقى البصلاية وهضربهم. واحط التوابل اللي انا قلتلكوا عليها، معلقة الفلفل الاسود ومعلقة الكمون ومعلقة البهارات ومعلقة البابريكا ورشة الملح، بس ما نحدقش قوي، يا دوب رشة ملح صغيرة عشان ما تحدقش معانا. كده زي ما انتم شايفين. هحط شوية مية صغيرين، ربع كوباية مية كده، وهضربهم في الخلاط كده حبايبي. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. بجد وحشتوني جدا جدا جدا. كده حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا انا كنت عامله صينيه البطاطس بالفراخ دي قبل الفراخ ما تترفع الرفعه الجامده قوي دي. ربنا يرحمنا يا رب وينزل بس الاسعار شويه علشان الناس يعني تعرف تاكل وتشرب. الاسعار بجد غاليه جدا جدا يعني. مش عارفين بس نقول ايه، الحمد لله. كده حبايبي حطيت التوابل، نص كوبايه الميه اهي. هضربها بقى كويس جدا في الخلاط، وهرجع معاكم بقى نشوف هنعمل ايه. كده بضربها في الخلاط كويس. معايا كده بقى الفراخ ديت 2 كيلو. هبدأ اشرحها كده زي ما انتم شايفين علشان طبعا تشرب التتبيلة كويس جدا. كده زي ما انتم شايفين بشرحها كده بس بالسكينة. طبعا انا غسلاها كويس جدا ونقعها في خل وليمون وملح وسكر ودقيق، ونقعتها شوية بعدين غسلتها وسبتها تتصفى، وابدأ اشرحها معاكم كده علشان طبعا التتبيلة تدخل لجوه كده كلها. دي طبعا الفرخة دي كبيرة علشان كده بقطعها. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هنشوفها بعد كده بقى لغاية بقى ما الأسعار يعني تنزل شوية وتهدى شوية، نبدأ نعرف نشتري أي حاجة تانية بقى. ربنا يقدر الناس يا رب، اللي عندها عيل وعيلين دول و3 عيال، ربنا يقدرهم على الأسعار دي. كده حبايبي طبعا بعد ما شرحت الفراخ كويس جدا نزلت عليها كده التتبيلة بتاعتي. هبدأ اقلبها بقى جدا كده كويس جدا لغاية ما التتبيلة تدخل كويس جدا جوه الفراخ، وهسيبها 4 ساعات كده في التتبيلة علشان تاخد منها كويس والفراخ تشرب كويس من التتبيلة. طبعا زي ما قلتلكوا دي طريقة جديدة جدا لعمل صينية البطاطس بالفراخ. اول مرة تشوفوها على قناتي، حصر على قناتي. بنتي بتقول لكم ما تنسوش تعملوا اللايك. كده حبايبي هسيبها زي ما انا قلتلكوا كده 4 ساعات تتبل شوية، ونرجع تاني مع بعض نشوف هنعمل ايه. كده حبايبي طبعا الفراخ دي كبيرة،
فانا هعمل تكه كده، انتي لو حابه تعمليها اعمليها، مش حابه ما تعمليهاش. انا هسيبها، هحطها على النار كده 5 دقايق، وبعد كده هبدا ارصها في صينيه البطاطس. دي خطوه اختياريه. كده انا جبت صينيه هقطع فيها البصل شرايح كده، وهقطع برضو البطاطس شرايح، علشان بقى نعمل صينيه البطاطس الجميله التحفه بتاعتنا دي. بجد جم ناس فجأة كده علينا، واحنا بنتغدى، وقعدوا كلوا معانا بألف هنا وشفا. بس بجد شكروا في صينية البطاطس ديت جدا 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 يعني قالوا لي بجد احنا أول مرة ندوق صينية بطاطس بالطعامة دي. فبجد يعني ان شاء الله هتعجبكم، بس بجد جربوها والله هتعجبكم. كده انا رشيت رشة فلفل اسود على البصل بتاعي، وببدأ ادعكه كده كويس جدا بايدي علشان ينزل ميته كده. الخطوة دي بتفرق برضو في طعم البطاطس. كده حبايبي هدعكها كويس جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده انا قطعت البطاطس، قشرتها وقطعتها وغسلتها كويس جدا. هبدأ ارصها بقى كده في الصينية بتاعتي. وطبعا زي ما قلت لكم انا سبت الفراخ تتنقع 4 ساعات في التتبيلة، وحطيتها يعني قيمة 5 دقايق كده على النار، تشمع كده، تاخد تشميعة بسيطة. دي برضو خطوة اختيارية، ممكن تحطيها على طول بعد ما يعني بعد ما تقعد شوية في التتبيلة تحطيها على صينية البطاطس على طول، هتبقى برضو جميلة جدا. كده انا رصيت صينية البطاطس كده زي ما انتم شايفين. هنجيب بقى دلوقتي الفراخ وهوريكم شكلها كده، وهنرصها مع بعض على الصينية بتاعتي. اهي يا حبايبي، يا دوب يعني 5 دقايق 3 دقايق كده على النار، بس مش كتير، علشان بس اضمن ان هي هتستوي كويس، لانها زي ما قلت لكم هي كبيره. هرصها كده بقى، وهرص بقى التتبيله اللي هي الفراخ كانت فيها، هحطها كده فوق صينيه البطاطس بتاعتي، علشان طبعا التتبيله دي واخده من الفراخ، واخده من الصوص بتاع الفراخ. هتبقى جميله جدا في البطاطس بتاعتي ان شاء الله. كده زي ما انتم شايفين ببدأ ارصها معاكم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا كمان يعني هي كمان يعني طعمها جميل جدا وحلوة، وفي نفس الوقت كمان تشرفك قدام اي حد، وسريعة. يعني لو مستعجلة هتقومي تعمليها في ثانية جنبها شوية رز، يعني غدوة 100%. وهتعجب ولادك جدا وهتفرحهم جدا جدا. لو قاعدة فجأة وجالك ضيوف برضه هتقومي تعمليها في ثانية. حاجة سهلة وسريعة. كده دي التتبيلة اللي انا بقولك عليها، طبعا ريحتها بجد خطيرة، خطيرة جدا بجد. كده بلفها كده علشان التتبيلة توصل لتحت البطاطس. كده حبايبي هحطها على النار بقى فوق قيمة كده ربع ساعة، لغاية ما احس ان البطاطس بتاعتي بدأت تستوي من تحت. وهروح مدخلاها الفرن تاخد لون بس من فوق. هوريكم برضو حطيت كده معلقة سمنة بلدي برضو تديها ريحة كده ونكهة حلوة جدا برضو. كده زي ما انتم شايفين. بعد ما خلصت بقى كده هحطها على النار زي ما انا قلت لكم ربع ساعة نص ساعة. بغرز المعلقة في البطاطس وفي الفراخ بتاعتي كده، بشوفها لو استوت ببدأ احطها على الشواية بس تتحمر. ودي معلقة صلصة صغيرة احطها على وش الفراخ برضو، علشان لما اجي احمرها تاخد لون احمر وجميل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني التتبيلة دي يعني والحاجات دي ممكن تعمليها مثلا بجنيحة فراخ في الغلا، يعني في الوقت ده طبعا مش هنجيب فرخة 2 كيلو ب120 ولا ب100 جنيه. هنجيب مثلا ممكن تعمليها في أجنحة الفراخ، تعمليها بالتتبيلة دي برضو بتبقى جميلة. ممكن تجيبي مثلا الكيلو هياكل وتعمليها برضو هتبقى جميلة جدا. يعني مش شرط فراخ، بأي حاجة هتبقى جميلة جدا، بس أهم حاجة يعني تتبيلها التتبيلة دي هتبقى طعمها جميل جدا معاكي. كده يا حبايبي حطيتها على النار زي ما انت شفتيها. هسيبها بقى لغاية زي ما انا قلتلكوا تغرزي كده المعلقة والشوكة، وتشوفي البطاطس بتاعتك استوت وبدأت تشرب ميتها دي. هتدخليها الفرن بقى تاخد يعني لون بس. هعمل معاكم بقى الوقت الرز بالشعرية. حطيت طبعا زيت وحطيت معلقة سمنة بلدي،
وببدأ انزل بالشعرية بتاعتي كده، وطبعا ايديا في التقليب على طول علشان الشعرية بتاعتي ما تتحرقش مني. كده هبدأ اقلب بقى في الشعرية بتاعتي. طبعا ريحة السمنة البلدي وطعمها بيختلف، يعني بيفرق في الطعم جدا بتاع اي اكل. حاولي اكلك يبقى معمول بالسمنة البلدي. طبعا انا عارفة ان هي برضو غالية اليومين دول، يعني مش عارفة والله، ربنا يرحمنا يا رب. ربنا يرحمنا يا رب والاسعار تهدى شوية. فممكن تحطي يعني حتة ربع معلقة صغيرة، مش ضروري كتير يعني، بس بتدي ريحة حلوة يعني للأكل. دي الشعرية بتاعتي بعد ما احمرت كده زي ما انتم شايفين يا حبايبي. طبعا انا نقيت الرز كويس جدا وغسلته وسبته يتصفى. ببدأ انزله كده زي ما انتم شايفين على الرز على الشعرية بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. وهقلبه بقى كويس جدا مع بعضه كده. هسيب الرز مع الشعرية، هقلبه تقلبتين كده مع السمنة وكده ياخد تشميع يعني. هقلبه تقلبتين كده علشان يبقى مفلفل معايا. لما بتقلبي كده الرز مع الشعرية مع السمنة البلدي والزيت ما بتيجي بعد ما بيستوي بيبقى مفلفل معاكي. هبدأ كده. حطيت رشة فلفل اسود صغيرة. طبعا هحط مية سخنة، مش هحط مية ساقعة، يعني مية تكون مغلية علشان برضو الرز يطلع مفلفل معاكي وجميل. حطيت معلقة ملح. بقلب برضو كده. دي مية سخنة زي ما انا قلتلكم، ما تحطش مية ساقعة. واظبطي مقدار المية تكون يعني مظبوطة، يا دوب مغطية الرز، ما تكونش كتير قوي علشان ما يعجنش معاكي. كده يا دوب يا دوب مغطية الرز كده بسيط. هنقلب بقى ونغطي عليه يا دوب يشرب ميته. نبقى من النار وسط، يا دوب يشرب ميته، بنهدي عليه خالص زي الشمعة كده، يعني نار هادية خالص، ونسيبه بقى يستوي براحته. دي صينية البطاطس بعد ما استوت بقى من فوق، زي ما انتم شايفين كده شربت ميتها. وطبعا انا غرست كده معلقة، حسيت ان البطاطس استوت والفراخ كمان استوت. احطها بقى في الفرن على الشواية يا دوب 5 دقايق كده تاخد لون بس من فوق. وهطلعها واوريها لكم على طول. كده حبايبي، ايه رأيكم؟ بجد لونها مش قادرة اقول لكم لونها عامل ازاي ولا ريحتها. بجد ريحتها وصلت لاخر الشارع. والضيوف بجد اللي جم فجأة عندنا ده يعني انبسطوا بجد من صينية الفراخ جدا. والله ما قادرة اقول لكم بالله، يعني ما فاتش منها ولا فتفوتة، بسم الله ما شاء الله. عجبتهم جدا وقالوا لي تسلم ايديكي. وانتوا ان شاء الله هتجربوها وتعجبكم وتقولوا لي في الكومنتات ايه رأيكم. والرز بتاعنا طبعا مفلفل وجميل جدا، عامل ازاي؟ ويا حبايب قلبي لو عايزين اي وصفة او اي اكلة حابين اعملها لكم يعني يا ريت تقولوا لي. وكده الفيديو بتاعنا خلص، والسلام عليكم ورحمة الله.